معانا ايه بقى في اللايف النهارده؟ الجزء الاول هتكلم معاكم في قضية الساعة، طبعا قضية الشحات والشيبي والخدامين للانضباط، العقوبة او الاستقالة. الجزء الثاني بيراميدز بيكسب بالتحكيم، وملف مهم جدا جدا جدا. الجزء الثالث سبوبة التذاكر وتذاكر مباراة النهائي راحت فين. وفي الجزء الرابع عودة شلبي وموقف شيكابالا وتشكيل نادي الزمالك للمباراة النهائية. الجزء الخامس بنجاح والزمالك. كل الناس بتتكلم بعد فسخ عقد بغداد بنجاح عن اقترابه من الانضمام للزمالك. هكلمك في كل الكواليس دي. الجزء السادس الوزير يحقق في فساد الخدامين، فساد جديد للسادة الخدامين، ووزير الشباب والرياضة بيحقق فيه. وأخيرا في الجزء السابع رسالة الطفل الزملكاوي. دي الموضوعات اللي هنتكلم فيها النهاردة. أرجو الناس، بس أنا معرفش، يمكن عشان طالعين متأخر فالدنيا بايظة في اللايف. نعلى بس كده يا جماعة باللايكات، يعني احنا معانا تقريبا داخلين في 120 اهو، بس مفيش. الناس نايمة ليه كده؟ نعلى كده باللايكات. ما جبناش 30 لايك يا جماعة، في ايه؟ نعلى كده باللايكات بحيث ان اللايف يوصل لأكبر عدد ممكن. الجزء الأول الخدامين للانضباط، العقوبة أو الاستقالة. حصلت حاجة امبارح أعتقد يعني إنها أول مرة تحصل في تاريخ كرة القدم منذ إنشائها. يعني حاجة غريبة جدا. إيه اللي حصل؟ طبعا الجماعة الخدامين عايزين لجنة الانضباط تاخد عقوبة على محمد الشيبي. الجلسة بتقرب، الجلسة خلاص في آخر الشهر، فاضل أقل من أسبوعين. الجلسة زي النهاردة، الخميس اللي جاي ده، لا اللي بعد. فهم عايزين أي عقوبة على الشيبي بحيث إن هو يروح يتنازل. يعني بيراميدز لعب امبارح والشيبي بيلعب. بيراميدز فاضل له ماتشين وبعد كده التوقف الدولي، وهندخل في الايه، في الجلسه. فالولا مش هيلحق، انه مش هيلحقوا يوقفوه يعني. ودي طبعا ضغوط من الكابتن الخطيب يعني. المهم، فقالوا لهم ايه؟ قعدوا مع المستشار محمد شيرين فهمي، قالوا له احنا عايزين نوقع عقوبه على الشيبي. قال لهم يا جماعه عايزين توقعوا عقوبه يبقى بره عن لجنه الانضباط، خدوا انتوا القرار. انا ما عنديش لوائح اوقع بيها عقوبة على محمد الشيبي. قالوا له طيب احنا هنديك اسبوع تجتمع تاني بلجنة الانضباط، لانه لوائح الفيفا بتقول انه اللي بيلجأ للقضاء لازم يتعاقب. ده الخدامين لمين؟ للجنة الانضباط. فالحقيقة دي اول مرة، يعني دي سابقة اول مرة تحصل، مش بس في تاريخ الكورة، في تاريخ اي قضاء اعتقد، مش في مصر بس لا وفي العالم. يعني انت متخيل مثلا ان قاضي مثلا طلع قال حكم في القضيه الفلانيه، فيقعدوا معاه يقولوا له طب بس راجع نفسك. يعني مش مثلا هتتحول للجنه تانية، للجنه تظلمات مثلا، او مثلا طب ما هي ثغره اهي، ما تخليهم يعلنوا القرار وخلي حسين الشحات يتظلم في لجنه التظلمات، واضغط يا سيدي على لجنه التظلمات. بس يمكن السيناريو ده هياخد وقت، لسه هم هيطلعوا وحسين الشحات هيروح يطعن، ولسه على ما لجنة التظلمات تجتمع هياخد وقت بالنسبة للسادة الخدامين يعني. وهيكون الحكم طالع. خلي بالك الحرب دايرة عشان يخلصوا الليلة قبل الحكم. ما هم عارفين ان الحكم اللي هيطلع ده هيفضل عار ملاحقهم طول العمر. ان الخدامين وقفوا لاعب ماتشين والمحكمة حكمت عليه بالحبس.
هيفضل عار ملازمه. المهم، فقالوا لهم انتوا تقعدوا كده، يعني انت متخيل ان انا مثلا قاضي خد قرار، فهنقول له والله اقعد مع نفسك كده اسبوع وفكر يمكن تطلع بقرار تاني. طب ما هيطلع بنفس القرار، يعني القاضي ما هيطلع بنفس القرار، ولكن كل دي ايه؟ ضغوط. وحصل تلويح غير مباشر بالاستقالة، يعني انتوا لو ما خدتوش القرار بالعقوبة يبقى بدل احنا ما نقلكوا يعني. وطبعا عمره ما يقدر يقيل لجنة الانضباط. ليه؟ لانه اللي جايب لجنة الانضباط هو الوزير اشرف صبحي، فهو مش هيقدر ان هو يقيل لجنة الانضباط، فعايزهم يقدموا استقالتهم، يعني يتعاقب الشيبي يا اما تقدم استقالتك. ده اللي بيدور النهارده. حبيبي يا عمرو فوزي، الف شكر يا غالي على الهديه الغاليه دي، عمرو فوزي راشد. فاللي داير النهارده يا تعاقب الشيبي يا تورينا عرض كتافك يا تورينا استقالتك. تحياتي ليك ولكل اهل الاقصر. عمرو فوزي. فخلينا نشوف ايه اللي هيتم في القصه دي، وهل يستقيل المستشار محمد شيرين فهمي ولجنته، ولا ما اعتقدش انه هيستجيب لضغوط الخدامين. يعني انا ما اعتقدش ان في عقوبه. هي الغريب في الامر ان فين القرار؟ فين القرار؟ القرار اللي انتوا خدتوه في ظرف ما اتعلنش ليه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. ولكن خلينا نشوف واحنا قاعدين لهم يعني. الجزء الثاني بقى، بيراميدز بيكسب بالتحكيم. بص بقى، اما خدت دوري 21 و22 كان الزمالك بيكسب بالتحكيم والاحتواء، وانا قلت لكم يمكن الكلام ده. دلوقتي السدهايه والاسطوانه اللي دايره ايه؟ ان بيراميدز هو اللي ده اتضح مش الزمالك. تصدق طلع مش الزمالك اللي بيكسب بالتحكيم، طلع بيراميدز. انا اتفاجئت، قال لك بيراميدز بيكسب بالتحكيم. قال لا، من امتى؟ من ساعه ما تصدر الدوري. انت مش واخد بالك؟ انت مش واخد بالك ان بيراميدز كاسح؟ هو انت مش واخد بالك ان بيراميدز بيكسب المباراه السابعه على التوالي؟ طلع بيكسب بالتحكيم. فلجان جمال جبر دلوقتي شغاله على بيراميدز والحق والفضايح اللي بتحصل لبيراميدز، وكل ماتش فضيحه. قعدت ادور. المهم، السوشيال ميديا اللي هو اليوتيوبر ريال مشهور بتاع السبح ده، وقناه الاهلي طبعا، والساده المعلقين المذيعين في قناه الاهلي، وقناه النهار اللي هي ملاكي للنادي الاهلي. يعني قناه النهار دي هي مزبله النادي الاهلي. يعني ايه؟ يعني انت بيبقى اما في البيت عندك اللي ما بتحتاجوش بترميه فين؟ في الزباله. فقناه الاهلي اللي ما بتحتاجوش بترميه في النهار. فقناه النهار دي هي المزبله بتاعت النادي الاهلي. رامين عندها بقى ابراهيم سعيد وامير هشام، اي حد يطلع من مزبله الاهلي يروح على فين؟ على النهار. بدل ما بيرموهم في الزباله بيرموهم في قناه النهار. فتلاقوهم راخرين شغالين على طول الخط، يعني ما بيوقفوش ما شاء الله. المهم، طلع عيل بيطلع على قناه الاهلي اسمه برطمان. بيقول ايه بقى برطمان على صفحته؟ اسمع كل كلمه الواد برطمان ده بيقولها. اسمع برطمان بيخاطب القطيع بيقول لهم ايه، عشان كلام الواد برطمان ده مهم جدا. بيقول من قبل شكوى الاهلي، انا قلت لك هو هيعمل شكوى وبعد كده هيبني عليها الضغوط بتاعه اللجان. يعني هو بيعمل الشكوى، اشتغل يا جمال جبر، يشتغل جمال جبر. تلاقي الولا ابراهيم سعيد على النهار بيتكلم، والولا امير هشام بيتكلم، والولا محمد الليثي في الراديو الصبح بيتكلم،
والولا ابو المعاطي زكي بيتكلم، ومش عارف ده في اليوتيوبر الفلاني بيتكلم، والاهلي اليوم بيتكلم، وماجيكانو بيتكلم، لجان جمال جبر تبدا انها ايه تتكلم. فالواد برطمان بيقول ايه؟ بيقول من قبل شكوى الاهلي بكتير وانا بقول لازم نتحرك ضد مهازل التحكيم، ضد مهازل التحكيم، ضدك ولصالح باقي الفرق والانحياز، والا هيتكرر دوري 2021 ودوري 2022. هو خلاص الولا برطمان طلع في دماغ، بنى في دماغ قطيعه ان الزمالك خد دوري 2021 ودوري 2022 بالتحكيم. هو خلاص بنى في دماغ قطيعه كده. دوريات الاحتواء وروح البروتوكول وفيشة الفار اللي بتتشال، ولكن المرة دي هتلاقي بيراميدز البطل. ليه؟ ليه عند برطمان في مجاملة لبيراميدز؟ عشان بيراميدز دلوقتي هو المتصدر. بصوا، هي القاعدة بتقول اي حد متصدر على حساب الاهلي بيكسب بالتحكيم، مع ان الاهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي بيكسب بالتحكيم. الاهلي كسب 43 دوري بالتحكيم. هو ال 43 دوري دول الحكام اللي فيهم كانوا مصريين ولا استوردناهم من بره؟ يا ابني ال 43 دوري اللي انت واخدهم بالتحكيم المصري، بالتحكيم المصري. ال 150 بطولة اللي انت بتقول عليهم، انا عندي 150 بطولة، ال 150 بطولة 90% منهم بالتحكيم المصري. تاريخك كله بالتحكيم المصري. فاحنا سيبنا الزمالك دلوقتي ومسكنا في مين؟ في بيراميدز. ليه بيراميدز؟ عشان بيراميدز هو اللي بتصدر، عشان بيراميدز هو اللي بينافس. لو فيوتشر هيقول لك فيوتشر بيكسب بالتحكيم، لو الجيش بيكسب بالتحكيم، اي حد بيكسب بالتحكيم طالما متصدر بيكسب بالتحكيم. كمل الولا برطمان وبيقول لك اللي يتفرج على ماتش بيراميدز وسيراميكا دلوقتي هيفهم ليه قلت كده من بدري. فجأة لجنة الحكام بتعين حكام مش معروفين للأهلي، محمود ناصف، والنهارده تعيين محمود وفا اللي أدار 4 ماتشات بس في 23 أسبوع حكم لمباراة بيراميدز. الولا من البجاحة بيجيب سيرة محمود ناصف. محمود ناصف ده حسب لك جون حرام كسبت بيه بلدية المحلة، ضاف لرصيدك 3 نقط حرام. ده مش عاجبه محمود ناصف اللي مديله 3 نقط حرام. يعني ده الكلام ده اتقال على قناة اون اهلي. يعني ياسر عبد الرؤوف قال الهدف الثاني للاهلي في بلدية المحلة هدف غير صحيح على قناة اون اهلي. ياسر عبد الرؤوف الاهلاوي ابن الاهلاوي قال الهدف الثاني بتاعك في البلدية حرام غير صحيح، 3 نقط حرام. وهو من البجاحة طالع بيقول لك بينتقد محمود ناصر. طب نيجي الماتش بيراميدز وسيراميكا. الهدف اللي اتلغى لسيراميكا فاول 100%. الولا كتف في ظهر مدافع بيراميدز فاول 100%. ده غير ان في لاعب في سيراميكا كان يستاهل طرد مباشر، كارت احمر مباشر. فين بقى الفضايح؟ بص، طالما بيراميدز متصدر وشارخ وكسبان 7 مباريات تواليا، فضايح تحكيمية خلاص. هي الدستور بيقول كده، المبادئ بتقول كده، الخمورجي قال لهم كده. وقراراته النهارده هو وطاقم الفار اتخض الولا برطمان، هتلاقيه وقع اتكسر.
يعني هتلاقيه من الخضة وقع اتكسر برطمان. اتمنى الاهلي يتمسك بمطالبه للجنة الحكام. الولا مرضاش يقول اتمنى الاهلي يتمسك بحكام اجانب، لان الواد برطمان عارف ان هم هيكملوا الدوري بالحكام المصريين. الواد برطمان عارف ان هم صنعوا تاريخهم بالحكام المصريين. الواد برطمان عارف ان هم معاهم 43 دوري بالحكام المصريين. الواد برطمان عارف كل حاجة والله. فما قالش الاهلي يتمسك بحكام اجانب، عشان عارف ان الاهلي مسدس صوت. الاهلي بقاله 7 مواسم بيطلب حكام اجانب، بيطلب بس، زي عمرو عبد الجليل في الفيلم، بيطلب بس ما هوش عايز. والله الاهلي ما هو عايز حكام اجانب، والله الخطيب ما هو عايز حكام اجانب، والله الخطيب ما هو عايز غير حكام مصريين. هم دول اللي صنعوا تاريخ النادي الاهلي. التحكيم المصري هو اللي صنع تاريخ النادي الاهلي. فنحن الان على باقة بيراميدز بيكسب بالتحكيم، مش الزمالك خالص. المرة دي انت على باقة بيراميدز هو اللي بيكسب بالتحكيم. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. الجزء الثالث بقى سبوبة التذاكر. فضيحة الحقيقة مكتملة الاركان بيرتكبها احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك، اللي هو ميم طه محمد طاهر. وانا قاعد اقول بالالغاز. المشهور طبعا بانتمائه للالتراس وحبه للالتراس، ومش الالتراس بقى، عارفين الجماهير بتاعت العزبة راحت. بالمناسبة انا بنتفق ونختلف، وفي الغالب بنختلف على من يدير نادي الزمالك او مع مجلس ادارة نادي الزمالك. تحياتي احمد مايسترو ومحمد فضة وحسن حسن وفتحي فريد، تحياتي لحضراتكم جميعا. نختلف على حسين لبيب، بنختلف على مرتضى منصور، بنضغط على اللي بيدير نادي الزمالك دايما يعني، وبنقومه بالانتقاد يعني. ولكن عمر ما كانت مدرجات نادي الزمالك موجهة. طول عمر مدرجات نادي الزمالك لجماهير نادي الزمالك فقط. عمر ما كانت مدرجات نادي الزمالك عشان تهتف العزبة راحت او يحيى حسين لبيب او عاش مرتضى منصور. طول عمر مدرجات نادي الزمالك لا تهتف الا للنادي ولاعبيه. عمر المدرجات ما هتفت لإدارة. عمر المدرجات ما هتفت لإدارة. بس احنا عندنا النهاردة مجلس إدارة بيحول وبيغير في جينات جماهير الزمالك. طرحوا 45,000 تذكرة فقط. سعة استاد القاهرة 80,000 تذكرة. بالمناسبة لو استاد القاهرة ما تقفلش بجماهير نادي الزمالك، فاللي هيشيل الليلة حسين لبيب ومجلس ادارته، اللي خد الدعوات وزع شوية في النادي على اعضاء الجمعية العمومية مع احترامنا ليه، وزع شوية على اعضاء مجلس النواب، وزع شوية على الاحباب اللي كانوا معاهم في الانتخابات، اللي دخلوا النادي وكانوا بيهتفوا لهم في الانتخابات، اللي كانوا بيهتفوا في مدرج نادي الزمالك. العزبة راحت. تختلف او تتفق مع العزبة راحت، بس ده مدرج نادي الزمالك، اشرف مدرج في تاريخ كرة القدم، ما يتهتفش فيه غير باسم نادي الزمالك. ولو هتهتف يبقى تهتف للاعيبة نادي الزمالك. عمر مدرج نادي الزمالك يا حسين يا لبيب مكان لتصفية الحسابات.
عمر مدرج نادي الزمالك يا حسين يا لبيب مكان للهتاف او لانتقاد مجالس سابقة. مدرج نادي الزمالك للزمالك فقط، وال80,000 تذكرة كانوا المفروض يروحوا للزملكاوية اللي بيهتفوا للزمالك فقط، للناس اللي بتدور ومش لاقية، مش للناس اللي هتدخل المدرج وتقول العزبة راحت. الناس اللي كانت معاك في الانتخابات، الناس اللي انت بتدخلها النادي يا حسين يا لبيب. لو مدرجات نادي الزمالك، خلي بالك الدعوات بتاعت المجاملات دي بتروح لناس ما بتروحش الاستاد اصلا. لو كرسي فاضي في استاد القاهرة هيتحاسب عليه حسين لبيب ومجلس ادارته. وماتش الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال مش بعيد، والمقارنات مش بعيد، وجمهور الزمالك يملى استاد القاهرة. ده عملوا احصائية على موقع تذكرتي، دخل على موقع تذكرتي عشان يحجز 4 مليون. 4 مليون، مش 80,000، مش 80,000، 4 مليون واحد دخل عشان يحجز بعد قفل باب الحجز. جمهور الزمالك يملى 3000 استاد. الجمهور بتاع الزمالك، مش بتاع محمد طارق ولا بتاع حسين لبيب. ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. أنا بلغت وقلت، ولو في كرسي فاضي يوم الحد حسين لبيب اللي هيتحاسب. حسين لبيب ومجلس إدارته اللي هيتحاسبوا. لو في كرسي فاضي في نهائي الكونفدرالية 2019 استاد برج العرب كان متقفل، وبرج العرب اللي في اخر الدنيا، برج العرب اللي في اخر الدنيا. فلو في كرسي فاضي يا حسين يا لبيب يوم الحد هتتحاسب انت ومجلس ادارتك على سبوبة التذاكر، وهتتحاسب على الدعوات اللي بتتوزع على ناس مش بتوع استاد اصلا ولا بتوع تشجيع. بتوع العزبة راحت، ما بيروحوش اصلا ماتشات. خلينا نشوف. اجيلكوا بقى لنادي الزمالك، عودة شلبي وموقف شيكابالا وتشكيل مباراة الزمالك للنهائي. رقم 1 مصطفى شلبي، الحمد لله خاض المران النهارده بالكامل، ويمكن نزل على صفحته منذ قليل علامة الفول باتري يعني، و100% يعني الراجل جاهز 100%. فمصطفى شلبي الحمد لله الحمد لله جاهز 100% لمباراة نهضة بركان في المباراة النهائية. شيكابالا عايز يلعب، شيكابالا عايز يلعب بأي شكل، بأي شكل من الأشكال عايز يشارك. وقعد النهارده مع جوميز وقال له انا لازم ابقى موجود في القايمه، ولازم ابقى موجود على الدكه. انا هاخد حقن والعب يكش 10 دقايق 5 دقايق. وبالمناسبه انا اتمنى طبعا ان لو الامور ماشيه في صالح نادي الزمالك في المباراه، وجينا في الوقت الضايع والزمالك كسبان بنتيجة مريحة مش مقلقة، انا شايف ان الجوميز ينزل شيكابالا اخر دقيقة اخر دقيقتين. انا نفسي دي تحصل يعني، حتى لو هو مش سليم، وحتى لو مش هينزل والماتش متعقرب يبقى موجود على الدكة يدعم اللعيبة من الملعب. فانا اتمنى وجود شيكابالا على دكة نادي الزمالك. ده فيما يخص المصابين. مصطفى الزناري خلاص خارج المباراة، مصطفى شلبي في المباراة وسيشارك أساسيا. نقطتين بس على الأخ جوميز، وأنا اتكلمت في القصة دي كتير. معسكر الفرقة بكرة لازم تدخل معسكر، الفرقة جمعة وسبت لازم تكون. أنا مش عارف إزاي الراجل مش مقتنع بقصة المعسكرات، مع إني
بيقولوا ان ان هو بيسمع، يعني هو جوميز من النوع اللي بيسمع وبيحلل. يعني لاعب الجزيري في مباراة الاهلي ما كانش رأي جوميز كان عايز يبدأ بسامسون، والجهاز المعاون هو اللي قال له جزيري مخضرم والاكتر خبرة وبتاع، ورضخ لرأيهم. انا مش عارف هل المصريين اللي في الجهاز ما بيتكلموش مع الراجل ده عن اهمية المعسكر للاعب المصري؟ ما بيتكلموش مع الراجل ده على انه اللاعب المصري بيشت بره المعسكرات؟ فانا نفسي حد يتكلم مع الراجل. لازم ندخل معسكر بكره يا جماعه، لازم ندخل معسكر مغلق بكره. الناس اللي في الجهاز لازم ندخل معسكر مغلق بكره. نفسي دي توصل. حاجة التانية بقى، التشكيل اصبح بنسبة 99.9%. ده تشكيل نادي الزمالك اللي بقول لحضرتك عليه. عواد في حراسة المرمى، قدامه المسلوسي وحسام عبد المجيد، في اليمين عمر جابر وفي الشمال فتوح، وسط الملعب دونجا ومحمد شحاتة وامامهم 10 احمد حمدي، على اليمين زيزو، على الشمال مصطفى شلبي، وفي الامام سيف الدين الجزيري. دول ال11 راجل اللي هيجيبوا الكونفدرالية ان شاء الله. دول ال11 راجل اللي هيجيبوا الكونفدرالية. عايزين 11 راجل، مش 11 لاعب، 11 راجل، والبطولة هتيجي. لا عايزين فنيات، ولا عايزين هات وخد، ولا عايزين الكلام ده كله. عايزين 11 راجل واقفين على رجليهم، والجمهور هيجيب البطولة. الجزء الرابع، بونجاح والزمالك. تقارير، رسائل. بونجاح فسخ عقده مع السد القطري، بونجاح فري، هيروح نادي الزمالك. ممدوح عباس. اول حاجة، بغداد بونجاح ليس هو بغداد بونجاح بتاع النجم الساحلي او بتاع السد القطري في بداياته. بغداد بونجاح بالمناسبة 33 سنة. بغداد بونجاح راتبه 2 مليون دولار مع السد القطري، او اخر راتب خده 2 مليون دولار مع السد القطري. مهاجم كبير، مهاجم كبير. مهاجم الاساسي للمنتخب الجزائري، المهاجم الاساسي للمنتخب الجزائري. ولكن بغداد بونجاح ليس هو بغداد بونجاح بتاع النجم الساحلي ولا بتاع السد القطري. مستواه قل جدا، والا ما كانش نادي السد القطري فسخ عقده. ده رقم واحد فنيا. طيب ماديا، اللاعب فري، بس هل نادي الزمالك يقدر على 2 مليون دولار؟ بلاش 2 مليون دولار، لاعب عقده مفسوخ وبتاع والدنيا جايه عليه. 1.5 مليون دولار، مليون دولار. انا بقول لك نادي الزمالك ما يقدرش يدفع 1 مليون دولار. نادي الزمالك ما يقدرش يدفع 1 مليون دولار. نادي الزمالك حاطط سقف للتعاقدات 300-400 الف دولار راتب تعاقدات الاجانب. الا لو زي كل صفقة ما بقول لك، ممدوح عباس او اي رجل اعمال هيجي يتكفل باللاعب وراتبه، زي ما تركي الشيخ عمل قبل كده في النجاز او في فرجاني ساسي قصدي، اما جابه من النصر السعودي لنادي الزمالك وتكفل براتبه طول فترة وجوده في نادي الزمالك. فبغداد بونجاح اعتقد انه بعيد عن نادي الزمالك. الجزء الخامس، الوزير يحقق في فساد الخدامين. جماعة الخدامين، واخص يعني الاستاذ جمال خدام والاستاذ ايهاب الخدام، مسافرين كونجرس الفيفا في تايلاند. فالوزير بيسأل عليهم، قالوا له والله ده الجماعة في الكونجرس بتاع الفيفا. طب مسافرين مين اللي مسافر؟ قالوا الاستاذ جمال خدام وزوجته والاستاذ ايهاب خدام وزوجته. فالوزير طلب فتح تحقيق في كيف سافر الخدامين، يعني هل بمراتاتهم؟ يعني لو كل واحد مثلا مسافر على نفقة اتحاد الكرة ماشي، انما انت مسافر واخد لمراتك وهو مسافر واخد لمراته. ففتح تحقيق عاجل وقال انا عايز ايصالات، التذاكر الطيران طلعت على حساب مين، حجز الفندق طلع على حساب مين،
البوكت ماني اللي طلعت على حساب مين، وفتح تحقيق كامل في القصة، وهنشوف نتائج القصة هتوصل لإيه. أخيرا بقى رسالة الطفل الزملكاوي. حقيقة فرحت جدا بالطفل عبد الرحمن اللي بعت رسالة لزيزو، وفرحت أكتر أما زيزو لبى طلبه يعني، وجابوا النادي النهاردة وتصور معاه. مشاعر جميلة، ومشاعر هي اللي بتجيب البطولة، وإن شاء الله عبد الرحمن دي هتبقى بطولتك يا ابني. عبد الرحمن طبعا كاتب رسالة بخط ايده لزيزو، بيقول له حبيبي يا زيزو، انا عبد الرحمن عندي 9 سنين ونفسي ابقى زيك، وسلم لي على شيكابالا وسلم لي على كل لعيبة نادي الزمالك، وان شاء الله نكسب الكونفدرالية. لغة بريئة بيكتبها بخطه بخط ايده، حاجة تفرح. زيزو طبعا شاف الرسالة وجاب عبد الرحمن النهاردة وتصور معاه، واتمنى الحاجات دي خلي بالك بتدي دفعة للعيبة، يعني بيحس انه قد ايه اصغر ما فينا. 9 سنين، 9 سنين متعلق بزيزو، متعلق بشيكابالا، ومتعلق بلاعبي نادي الزمالك، ومتعلق بالبطولة. فارجو انه الكلام ده يبقى دافع للاعبي نادي الزمالك ان هم يفرحونا يوم الاحد ان شاء الله. و كأس الكونفدرالية ان شاء الله لن يخرج من استاد القاهرة. هجاوب على اسئلة حضراتكم. سوزانا ابو عريضة، تحياتي لحضرتك. محمد الجندي، جبر الخواطر يا دكتور حبيبي يا استاذ محمد. احمد المايسترو، باذن الله 11 لاعب 11 راجل. مومو محمد، تحياتي. اسامه علوش، عاش الزمالك. محسن احمد، برافو. عمرو فوزي، والله انا حاولت احجز بس للاسف نفذت، راحت بقى للجماعه بتوع الدعوات. عمرو الهواري منور. محمد سعد، محمد ابو مهند، عزبة ممدوح عباس، جلال محمود، مساء الفل. محمد لطفي، تحياتي. محمد سعيد، تحياتي. محمد فضل، وحسن واحمد المايسترو. فتحي فريد، عاش نادي المبادئ. رفعت العربي. استاذ عزة عبد الوارث، لو الدولة شالت الدعم عنه ينزل درجة تانية. والله 9 سنين وبيفهم كورة عن 39 سنة أهلاوي. سامع اللوش طبعا. هيام عبد الوهاب، إن شاء الله البطولة لعبد الرحمن ولينا جميعا، إن شاء الله نفرح كلنا يا جماعة يوم الأحد. سعيد إن أنا كنت موجود مع حضراتكم، تصبحوا على ألف خير، ليلتكم زي الفل.